قررت اني ابيض سناني، ودي كانت تجربتي. طيب ده كان شكل ولون سناني قبل التبييض. صفرة، حاجه تقرف بصراحه، مع اني بحافظ عليها، يعني ما بشربش قهوه، ما بشربش سجاير كتير. ايه ده؟ مش سجاير اصلا، وانا واحد بعمل فيديوهات، فلازم تبقى اسناني بيضه. ويعني هو مش لازم بصراحه، بس يعني انت ليه تتفرج على فيديوهاتي وانا اسناني صفرا؟ ليه يعني؟ ليه؟ فقلت ما بديهاش، يا جت عليا والله انا بيض سناني، يلا بينا. رحت واخد نفسي ورايح العياده، عملت لي جلسه تبييض سنان. فتحوا لي بقي وحطوا لي ماده زي الحاجز ما بين اللثه والسنان، والماده بتتحط على السنان عشان تبيضها. كانت ماده كاويه بصراحه بتلسع. وطبعا الجهاز اللي بيسلط الاشعه على السنان. الجلسه استمرت 40 دقيقه. انت متخيل؟ تسليط اشعه الجهاز على اسناني. وهنا كانت المفاجاه. ده هو شكل اسناني بعد التبييض. افضل بكتير من الاول، لان انت رفعت درجه بياض سنانك درجتين ثلاثه. يعني هو اكيد مش نفس الفينيرز، بس احسن من الاول بكتير. فبصراحه يا ريتني عملت التبييض من زمان. فقولوا لي بقى في الكومنتس، هل في فرق قبل وبعد التبييض ولا لا؟ وهل في حد منكم عمل التبييض قبل كده؟ يحكي لنا تجربته في الكومنتس. لايك وفولو عشان تشوف التجارب اللي جايه.